السلام عليكم يا أحلى متابعين. النهاردة هتكلم على حاجة كل البنات بتحبها، هي رؤية الذهب في المنام. رؤية الذهب في المنام لما بنيجي نشتريه، أو لما الذهب بيتكسر مننا أو بيضيع مننا، أو الذهب الكتير، أو هدية الذهب. هتكلم بالنسبة للبنت العزباء أو المتجوزة أو الحامل. بس قبل ما أبدأ في التفاصيل، اي حد عنده رؤية ومحتاج في تفسيرها يكتبها لي في كومنت ويعمل اشتراك، وانا ان شاء الله هفسرها له بنفسي. النهاردة هتكلم عن الذهب في العموم. الذهب في الحلم ممكن يكون خير، واحيانا بيكون شر، وممكن يكون تحذير على حسب شكله او حالته في الحلم. لبس الذهب بالنسبة للعزباء بيدل معناه على خطوبة او زواج من شخص له مكانة عالية. طبعا تفسيره بيبقى على حسب قيمة الخاتم او قيمة القطع الذهب. بالنسبة للمتجوزة، لو هي منتظرة حمل بيدل على حمل لها، بشرف حمل لها. بيدل أحيانا على زيادة في الرزق، أو هدية غالية جاية لها الفترة الجاية. بالنسبة للبنت الحامل بتكون أحيانا بشارة بمولود أنثى في أغلب الأحيان. طبعا تفسير القطعة الذهب على حسب السياق الرائي. يعني لو شافت الخاتم الذهب بالنسبة للحامل بيدل على المولود ولد. لو شافت الخاتم لونه فضة بيدل على انه بنت. لو شافت الغويشة بتدل على انها بنت. رؤية فردة الحلق لوحدها بيدل على ولد، فردتين حلق بيدلوا على بنت. لما تحس انك انت شفتي في المنام انك انت بتشتري دهب، شراء الذهب ده رمز للقوة ماديا، او ربما ترقية في العمل، او ربما فرصة جديدة جاية لك الفترة المقبلة. هنا بقى اللي غير مستحب كسر الذهب او ضياعه. ده بيبقى تحذير من خسارة او مشكلة في علاقة او عمل. ولو ضاع الذهب في الحلم وما لقتهوش بيكون فقدان شخص عليكي غالي جدا، او ابتعاد شخص مهم في حياتك. هنا الذهب الكتير بيدل على رزق واسع وخير كبير، لكن لو شكله مبالغ فيه او محمل، يعني تقيل وحمل همه، بيدل على إشارة إلى مسؤولية تقيلة مقبلة عليك الفترة القادمة. ده للبنت. لكن الولد بيدل على هموم وكرب، للرجل بيدل على هموم وكرب. لو اتكلمنا على الهدية، هدية الذهب بتبقى من أجمل الرؤى هدية الذهب. لو حد اداكي الذهب هدية فده معناه حب واهتمام. لكن لو الشخص مش بتحبيه ممكن يكون بيخدعك بكلام حلو. فالمنام بيكون برضو بنعرفها ازاي على حسب سياق الرؤية وعلى حسب حال الرأي. يعني الخاتم كمان السلسلة بتدل على قيود، فاهماني؟ فالمنام بيبقى له تفسيرات كتيرة على حسب سياق الرأي. هنا هتكلم على الذهب الأسود أو الذهب المتسخ مش نضيف. ده بيكون المنام لما بيجيلنا حاجة زي كده بيكون تحذير من مشكلة أو حسد أو غيرة من حد قريب. فالمنام بيكون برضو إنذار. نصيحة مني ليكي، الدهب في الحلم زيه زي الحقيقة غالي، لكن لازم تخلي بالنا ازاي جالنا في المنام، لأن كل طريقة ليها معنى. وأي حد عنده رؤية ومحتاج في تفسيرها يكتبها لي في أسفل الكومنت وأنا هفسرها له. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة.